MSN News. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأب ديال عبد الحق النوري. رمضان مبارك علينا وعليكم على الأمة الإسلامية جمعاء. اليوم تفاجأت بشي خبر خرج في شي جريدة، كيتصلوا بي، أنا ما شفتوش ولكن كيتصلوا بي الناس بزاف كيسولوني على الحالة عبد الحق. يعني داك الشيء غريب، واحد الكثافة بزاف من داخل الوطن وخارج الوطن. الحاله اللي كاينه، يعني باش نصح يعني هذه الهضره اللي قالوا هاد الناس، عبد الحق فاق من غيبوبه هذه تقريبا 5 سنين وزياده، هو فايق من الغيبوبه. اللي صرا اللي كاين هو انه ذهنيا تحسن الحمد لله. يعني الطريقه باش كان كيتجاوب معنا كانت بطيئه في البدايه، اما الان بسرعه الحمد لله. يعني حنا هذا فضل من عند ربي، وهذا اللي كاين. اما اللي قال هذا 2.5 ولا شنو ولا عاد فاق من الغيبوبه، داك الشيء كله غير هضره زايده. الحقيقه اللي كاينه عبد الحق فاق من الغيبوبه هذه مده. الله يكثر خيركم، يعني نطلبوا الله تعالى يتقبل الدعاء ديالنا وديالكم في هذا الشهر المبارك، وصالح الاعمال ديالنا وديالكم كذلك، والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، وربي يعافي مبتلانا، امين يا رب العالمين. هذه سنه الحياه، والحمد لله على كل حال. ما بقى الانسان ما يبقاش يفتن خوه المسلم وسيرتو في حال هذه الايام المباركه. وسبحان الله راني صدفه دابا راني في المغرب، جيت نشوف الوالد نحيي مع الرحيم، والوالد كبير في السن وعيان شويه، الوالده توفات، وتتفاجئ انا بهذا الشيء. والله سمحت يعني ما تقدرش، التليفون ما كيحبش، كلشي كيعيط الصراحه. يعني ماشي مزيان الفتنه. ونطلبوا الله تعالى يهدي هذا الانسان اللي كتب هذا الشيء ويصحح ويتعقل من حاجه. حتى شي واحد مني لا من الابناء ديالي قال شي حاجه، الحقيقه حنا قلنا تبارك الله عليكم. السلام عليكم.